الانجاز واللقاء الذي يدور هنا باستاد دونور مركب محمد الخامس، المركب التاريخي بالنسبه للوداد. نعم، هنا الانجازات وهنا الالقاب وهنا تحققت وطنيه كما ذكرت 4-5 انديه معنيه بلقب الدوري المغربي، الوداد والحسنيه واتحاد طنجه والفتح الرباطي والدفاع الحسني الجديد. الدفاع والعائق هو الجانب البدني بعد التنقل الماراثون بخمسه بين مونا والخطا وهو التدخل من جلال الدودي. نعم، على مشارف منطقه جزاء. لطيف نصير 28، نعيم عرب 16، اشرف داري 34، محمد الناري 30، صلاح الدين السعيدي 4، ابراهيم النقاس 6، ثم محمد أناجم 7، وليد الكارتي 18، اسماعيل الحداد. هل ياتي مع الجديد ام تكون الكلمه لدفاع نادي حسنيه اكادير؟ وكذلك الحارس عبد الرحمن الحواصي. الحكم زراق سيعطي الاشاره لتنفيذ هذه الكره غزوي، ثم محمد الناري سدد الدفاع يتدخل على الجهه اليسرى، بينما محور الدفاع سفيان البوفتيني الى جانب ياسين الرامي. لاحظوا عوده سفيان البوفتيني الذي غاب يسرى يغطي هناك. نعم، لاعب هنا محمد أناجم تأكيدا نعم لما حصل في الآونة الأخيرة لأنه شاعت اللائحة الأولية، ولكن الخطأ بين هنا الركنية لفائدة فريق حسنية أكادير الأولى، إمكانية للتسديد لكن سالا يتركها الحارس ياسين الخروبي إلى ركلة، بينما طلق من اسماعيل الحداد يستلم اسماعيل، تأتي مساندة من محمد الناري، يبقى توازنه الناري، وبالتالي هنا رايح النقطة بالتعادل المحقق حتى الآن أمام الدفاع، بينما انطلاقة من اسماعيل الحداد. حتى الآن التعادلات المسجلة لا في كازا ولا في الجديدة تبقي الترتيب كما مازيغا حاضرة في المدرجات، مازيغا تشعل في المدرجات. نعم، لأن الأنصار تنقلوا بعدد محترم لمركب محمد الخامس لتشجيع فريقهم في هذه المباراة وفي هذا السباق على لقب البطولة الوطنية. نوانا بالجماهير الودادية، ولكن أيضا إحقاقا للحق جماهير أكادير كذلك حاضرة في هذا الموعد. بينما انطلاقة سريعة من الجهة اليمنى لفائدة اللاعب بديع العوكي حول المرور، والحكم صفر خطأ في هذه ورقة والسجل مرة أخرى، بينما بديع العوكي حول المرور والحكم ماذا يقول؟ هل فيها خطأ أم لا؟ بديع العوكي يبقى مصدر الخطورة. قلت لأن الوداد لم تقنع من الإنجازات، 9 ألقاب في كأس العرش. صحيح الوداد البيضاوي لم يفز بالكأس الفضية منذ 2001، ولكن لا زال الثاني في هذه الركلة المتابعة في نهاية المطاف من صلاح الدين السعيدي. زيد على ذلك الألقاب العربية. نعم، البطولة العربية 89 مشاهدينا الكرام. اسماعيل ركنية في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام. هذه الإعادة مرة أخرى، التسديدة والتصدي الممتاز لعبد الرحمن. هذه الركنية مرة أخرى لفائدة الوداد داخل منطقة الجزاء. هنا الكارتي مرفوعة، القائم الثاني يدي حسنية أكادير، الفريق الذي تأسس عام 1946 وذكرت لقبان 2002. ونجم غزوي، بينما انطلاقة من بديع مرة أخرى، يسمى الكرة، يتقدم بديع، يرفع بديع والمتابعة بالراس. بديع الركنية، فوزي عبد الغني في القائم الأول. زيادة عددية ودادية داخل منطقة الجزاء، وانطلاقة لمسة رائعة من الحداد، يفتح المجال لوليد الكارتي. وليد يفتح المجال، هناك مساحات يا اسماعيل. انطلاقه من تيغزوي لمن يعمل مراوغه ممتازه. تيغزوي يدخل لمنطقه الجزاء، يخترق منطقه الجزاء. ماذا هناك يا عادل يا زراق؟ ماذا هناك يا عادل يا زراق؟ تيغزوي يطالب بركله جزاء، ولكن زراق يقول الكره لمصلحه نادي حسنيه أكادير. يا سلام على المهاره من جانب امين. تيغزوي يدخل بهذه الصوره لأنه تيغزوي في الأصل ليس بمهاجم صريح. هذه كرة ملعوبة، هذا ما ينقص الوداد. القناص ولاعب الصندوق يغيب عن الأحمر منذ. ونجم يخطف الكرة، ونجم مرارة تيغزوي
ضاعت يا تيغازوي. فارس البوغاس يبحث اليوم عن الاقتراب من لقب البطولة الوطنية، سيما ونتيحة طنجة تنتظر مباراة صعبة الأسبوع القادم أو يوم السبت القادم أمام المغرب. بيلا يرفع كرة بعيدة تماما عن مرمى الحارس ياسين الخروبي. فعل أشرف داري، هذه فرصة أكاديرية، فرصة ياسين الخروبي في المكان المناسب. ياسين هنا في المكان المناسب، تمتع باحتفالات الجماهير وبهتافات الجماهير. واسماعيل الحداد، يا اسماعيل الكراكاش على ما يبدو في تلعب الجانبية في هذه اللحظات، وعبد الرحمن الحواصلي يبعد هذه الكرة. مشاهدينا ترجع مرة أخرى لعبد اللطيف نصير، سيرفع داخل منطقة الجزاء. نعم، 4 لاعبين وداديين وعبد الرحمن تقديره رش في الوقت المناسب ويقطع هذه الكرة انطلاقة سريعة. هناك لاعب أعراب يعيد الكرة لفائدة فريق الوداد. يخطف هذه الكرة، ينطلق بديع، فرصة غير معقول. معك الكرة يا بديع، فلتبدع في هذه الكرة. نعم بديع دفاع يتدخل. بدر الكشاني، شوف لي هذا خطأ في وسط الميدان. بديع له ينطلق، يخترق هنا، بالغ كثيرا ثم بدر الكشاني هنا ضيع. عمل كبير قام ببديع، ولكن بدر الكشاني يضيع ما لا يضيع. فعلا فرصة حقيقية قد لا يتقدر. ترجع كرة ودادية عرضية، عبد الرحمن الحواصلي في المتابعة. الانتصار بديع يستلم هذه الكرة. لمن يا بديع بعيدة تماما على منطقة الجزاء. مشاهدينا الكرام، أناجم غايب نسبيا في هذه المباراة. أنا لم أشاهد كثيرا لاعب أناجم في المباراة. صعود مجموعة من اللاعبين من التغازوي، يرفع كرة، كل كرة العالية تكون في مصلحة الحارس عبد الرحمن. النتيجة في هذه اللحظات، انطلاقة مع بديع، يدخل بديع المتابعة بالراس. حميد أحداد يمنح التعادل لنادي الدفاع الحسن الجديدي في الوقت البدل الضايع. نعم، توقيت ممتاز. تيغازوي يزيد في السرعة، حاول الاختراق. قدرات يلي القدم، لا زال الصراع متواصل على لقب الدوري. مشاهدينا الكرام، ننضم لهذه الهجمة الودادية. محمد النجم يدخل، نجم العرضية، ممكن المراوغة، يعمل مراوغة، ينتظر مسترد التسديدة، مرة جانبية. هنا كرة يا النهيري، هذه كورتك العرضية ياسين يتابعها، ونص بينما انطلاقة سريعة من بديع، يدخل بديع والمتابعة إلى الركنية. سين الرامي، محمد النهيري يبعدها في نهاية المطاف. ترجع مرة أخرى السوسية، قامر فيها كثيرا امام اسماعيل الحداد، كان ان يخطفها. نعم، هذه كره اماميه اكاديريه في اتجاه بديع. النهيري يقطع هذه الكره بمسانده من طرف اللاعب ناعم للرجاء. فرصه الخروبي نعم يتابع فريق الرصي، فريق الوداد الرياضي في المباريات الافريقيه وكذلك المحلية. طبعا حتى نذكر بأن الدفاع الحسن الجديدي والنهضة البركانية والرجاء الرياضي، بينما كرة مرفوعة داخل منطقة الجزاء. المتابعة أنا بالرأس من طرف اللاعب ياسين، دائما 0 مقابل 0. هذه الإعادة مرة أخرى. نعم، الرامي هو من أبعد، في حين كرة كانت في متناول عبد الرحمن الحواصلي. تلعب الركنية من جديد من تيغازوي على القائم الثاني. ابراهيم النقاش يعيد للخلف. ترجع مرة أخرى عبد اللطيف نصير، يرفع داخل منطقة الجزاء، وعبد الرحمن بكل سهولة انتظار هذه عبد الغني. ممتاز هذه بدر الكشاني وداري تدخل سليم. نعم، لا وجود لخطأ. وبدر البنصرتي في ظل غياب العطوشي وكذلك الشيخ كومارا. إذا سنتابع هذه الركنية لحسنية أكادير. فوزي عبد الغني يسعى لتنفيذ اللاعب السابق لفريق أولمبي خريبكا والمغرب التطواني. فوزي في القائم الأول، والسعيدي يتابعها. كان في مطار أمام الهلال، وانطلاقة من بديع، راية بديع أرضية، لم تكن بالمركزة. نعم، كل مرة يلمس فيها الديدار. المتابعة من ياسين. ترجع مرة أخرى ودادية الحداد، الحكم يصفر. نعم، الحكم يصفر. وضعية تسلل وركلة في وضعية تسلل. نعم. شوف هنا كان متقدم اللاعب اسماعيل، العودة من التسلل رغم الخروج المميز من عبد الرحمن الحواصلي. تبقى ماذا تفعل يا النهيري؟ بديع
ماذا عن كان يبحث؟ كان يبحث بديع كان بإمكانه السداد. ترجع الكرة مرة أخرى وفرصة قديرية. ياسين خرابي يقطعنا. ليس هناك تسلل يا سليم. اسماعيل يرفع. اسماعيل كاين طعنا لمن ياتي غزوي يعمل المراوغة. من هناك على الجهة اليسرى. من هناك بينيون. فكرة ممتازة ولكن تطول أكثر من اللزوم. طريق الوداد. اسماعيل الحداد يدخل. اسماعيل يدخل. يا اسماعيل هي الاهداف اللي ضيعها اسماعيل الحداد. المتابعة من الحارس. نعم دقيقة مشاهدينا الكرام. لدينا كرة جانبية والتنفيذ كالعادة من محمد النيري. ليسدد مباشرة أم سيرفعها؟ هل سيسدد مباشرة أم ستكون مرفوعة لأحد اللاعبين؟ 7 لاعبين وداديين بمقربة من مرمى عبد الرحمن الحواصي. النيري مرة فكرة ذكية. فكرة ممتازة من محمد الناهري وتحرك راية لتيغازوي لكن جدار بشري هنا يقف أمام كرة اللاعب تيغازوي. كانت هناك والعقاب ممكن يجي في هذه اللقطة ولكن تطول نحو ياسين الخروبي. نعم لو راس الكرة ونجم يتقدم ونجم ركنية. ما يغلب على لاعبي الوداد هي مراوغات. الاداء الجماعي لا يحضر في كثير من الاحيان من جانب لاعب. ركنية الحواصي والحكم هل يتدخل؟ كان فيها خطأ. نعم وكان فيها كرة للحواصي مرفوعة. فرصة البوفتيني